السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده وصفتنا وصفه مميزه. النهارده هنعمل ألذ سينابون مع بعض، سينابون رولز باسهل طريقه، بدون اي افتكاسات، بدون اي تعقيدات. لست البيت تقدري ان انت تعمليها. من 3 كوبايات دقيق بس هتطلعي 12 قطعه من السينابون. حاجه كده ما شاء الله حلوه جدا. العجينه بتاعتنا بصي ما فيهاش اي تعقيدات، ما فيهاش اي افتكاسات. عجينتنا سهلة جدا، وكمان هيطلع معاكي طبقات ما شاء الله حلو، كمان احلى من محلات سينابون ذات نفسها. بصي يا ست الحبايب، اول حاجة هنا استخدمت كوباية من الحليب. تقدري تستبدليها بكوباية من المية وعليها لبن بودر. لو مش متواجد عندك تبقى تستخدمي كوباية من الحليب، عليها تلت كوباية من الزبدة، بيضاية، تلت كوباية من السكر، معلقة ونص من الخميرة. بقلب كل المكونات دي حلو جدا كده لغاية ما السكر والخميرة واللبن يدوبوا مع بعض والخميرة بتاعتنا تتفاعل. بعد كده بنزل بباكت من الفانيليا. حابة تنزلي بالباكت من الفانيليا مفيش مشكلة، مش حابة خلاص اللي يريحك. طبعا هنا انا هستخدم دقيق متعدد الاستخدامات. هستخدم هنا 3 كوبايات من الطحين. طبعا بيكون نخلاه قبل ما بشتغل في العجين بتاعي، وبنزل عليه برشة من الملح. وبقلب كده العجينة الدقيق بتاعي لغاية ما يشرب السوائل. بياخد عجن مننا بالظبط من 8 دقايق ل10 دقايق. لو بالعجان بياخدش منك غير 5 دقايق، وبص تلاقي العجينة بتاعتك اتلمت. طبعا انا بشتغل عجن كده. لو احتاجت منك معلقتين 3 لبن مفيش مشكلة، ما احتاجتش خلاص. انا طبعا انا عارفة مقدار العجين اللي انا حطاه، الدقيق اللي انا حطاه، فاخد نسبة السوائل بتاعتي مظبوطة جدا. يعني العجين طبعا الدقيق بيختلف من دقيق للتاني، في دقيق بياخد سوائل وفي دقيق ما بياخدش. طبعا اخدت مني 8 دقايق عجن. طلعت معايا بالشكل ده. العجينة بتاعتي انا مش عايزاها ناشفة، العجينة بتاعتي انا عايزاها طرية الى حد ما، يعني مش طرية قوي، بس بيكون العجينة بتاعتي يعني مش بتلزق. طبعا علشان نجهز صوص السينابون معايا تلت كوباية من الزبدة، نص كوباية من السكر، معلقة ونص من القرفة، معلقتين من الكاكاو، الكاكاو الخام الغير محلى. طبعا كل الكلام ده هرفعه على النار لغاية ما يدوب بالشكل ده. وطبعا دي الحشوة بتاعت السينابون بتاعتنا جهزت. وطبعا انا سبت العجينة هنا ارتاحت نص ساعة. هبتدي بقى ان انا افردها. برش رشة من الدقيق كده، وابتدي ان انا افرد العجينة بتاعتي. طبعا العجينة بتاعتي هتتفرد معايا بمنتهى السهولة علشان احنا ريحناها نص ساعة، مش هتاخد معانا اي وقت. وهبتدي اجيب هنا النشابة بتاعتي، واحاول ان انا افردها كده على شكل مستطيل، وارق العجينة بتاعتي. انا مش عايزة طبقات السينابون بتاعتي تبقى سميكة، انا عايزة ارقها في سمك اقل من سنتي كمان، علشان تديني لفائف اكتر او طبقات اكتر من السينابون. بحاول بقدر الامكان ان انا ارفع العجينة بتاعتي واساوي العجينة بتاعتي علشان تتساوى معايا. وطبعا ما تبقاش في حتة تخينة وحتة رفيعة، لا عايزة اساوي العجينة بتاعتي. طبعا بجيب العجلة بتاعتي دي بتسهل عليك كمان ان انتي تتحكمي اكتر من النشابة. النشابة طبعا لما بتفرد العجين اكتر ما بتقدريش طبعا ان انتي تتحكمي فيها. فهنا العجلة دي بتسهل عليكي، او المردلة بتاعتك بتسهل عليكي ان انت تفردي العجينة. طبعا ده السمك اللي انا عايزاه. السمك بتاعي رقيق اهوت، مش تخين. وطبعا دي حشوة السينابون بتاعنا طبعا اللي احنا جهزناها مع بعض. هبتدي بقى ان انا افردها بالشكل دوت. بنزل بيها كلها كده، واحاول ان انا افردها على العجين بتاعي كله. ما فيهاش اي تعقيدات ولا اي افتكاسات. طبعا طريقة سهلة جدا لو انت حابة ان انت تطلعي شغل اونلاين من البيت وتفتحي مشروع من بيتك. مفيش اسهل من كده ان انت تعمليها. طبعا القطعة شوفي انت من بره هتجيبيها بكام، من اي فرن او من محلات سينابون. يعني محلات سينابون بتبيع القطعة غالية. فانت لو عملتيها في البيت وعملتيه مشروع لبيتك وهيطلب منك اوردرات اونلاين كمان، طبعا هتشكليه بالصوصات ان انت هتحطي صوص كراميل، صوص شوكولاته، هتحطي لوتس، هتحطي اللي انت حباه او الاوردر المطلوب منك. تقدري انت تطلعي شغل من بيتك وتساعديه. يعني في عز الظروف اللي احنا فيها دي كل واحدة عايزة تعمل اي حاجة تساعد بها نفسها، فده مشروع ان انت تقدري ان انت تساعدي من بيتك وتطلعي احلى اوردرات. طبعا ما شاء الله. طبعا انا بعد ما بدهن كده
الحشوة بتاعتنا، ببتدي ان انا الف السينابون بتاعي كده واحاول ان انا ابرمه برمات. وطول ما انا ببرم كده اشد الرول بتاعي علشان طبعا ما تبقاش في حتة تخينة وحتة رفيعة. وهبتدي اقفل كده السينابون بتاعي بقى، اضغط على الاحراف بتاعتي واحاول ان انا اقفله. حاولي ان انت بايديكي كده ان انت تقفليه كويس جدا بالشكل دوت. طبعا انا يا دوبك بتقلبيه كده بقى، وبعد كده بتجيبي اي خيط بقى تبرميه، تلفيه لفتين كده، تعمليه تروليه مرتين كده. وطبعا هنا انا جهزت الصينيه بتاعتي وجبت هنا خيط ابيض، هبتدي ان انا اقطع بيه. طبعا لو انت ما كنتش عايزه ممكن كنت سبتيه زي ما قبل ما تفرديه وكنت يعني قطعتيه، ما فيش مشكله، كنت عملتيه رولات كل رول منفرد لوحده كده. بقطعت البيتزا. طبعا انا بسيب مسافه بين كل واحده واحده علشان طبعا لما نسيبه يخمر معانا يبقى فيه مسافة. طبعا انا بضغط عليها بالشكل دوت علشان طبعا ما تبقاش عالية. هنا طبعا ال3 كوبايات من الدقيق طلعوا معانا 12 قطعة من السينابون، ما شاء الله شايفين الشكل. بضغط عليهم كده بقى وهسيبها ترتاح من يعني من ساعة لساعة ونص حسب ما الجو عندك ودرجة الحرارة. طبعا انا ضغطت عليه كده هسيبه بقى يرتاح، وبعد ما يرتاح نبقى ارجع لكم تاني ان شاء الله. طبعا هنا انا هغطيه بقى وادخله، هياخد من ساعة، من ساعة لساعة ونص حسب درجة الحرارة بتاعتك وحسب ما تشوفيه انت. اول ما تلاقيه اختمر معاكي هتعرفي على طول. طبعا هو اخد معايا بالظبط ساعة ونص، وده كان الشكل بتاعه. طبعا هدخله الفرن على درجة حرارة عالية، هياخد مني ربع ساعة تسوية بس مش اكتر علشان ما ينشفش منك. طبعا علشان الصوص بتاع السينابون او الصوص اللي بيتحط عليه، هنا معايا تلت كوباية من السكر، تلت كوباية من اللبن البودرة، نص كوباية من الحليب، معايا هنا 100 جرام من الجبنة الكريمي. لو مش متواجد عندك جبنة كريمي تقدري تستخدمي مثلثات جبنة مثلثات، تقدري ان انت تستخدمي 3 مثلثات من الجبنة، او تقدري تستخدمي 3 مكعبات من الجبنه الكيري. طبعا بعد ما استوى واخد اللون الحلو ده بنزل بالصوص بتاعي على السينابون وهو لسه طالع من الفرن كده. طبعا شايفين منظره حاجه كده ما شاء الله، منظر بجد مش محتاج كلام، هو بيتكلم عن نفسه. طبعا في الوقت ده تقدري بقى ان انت تقدميه كده بالصوص بتاعه، بيبقى طعمه حلو جدا. تقدري كمان ان انت تزينيه باي صوصات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصل لكل جديد.